احنا هنعمل النهارده اختراع. من الاخر حاجه كده هتفتح النفس، ومش هتبطلي تعمليها بنفس الطريقه. انا عن نفسي هعتمدها في كل مره هعمل فيها محشي ورق عنب. الاول هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه عملناها زي ما انتم شايفين كده، معايا شويه خضار وشويه لحمه. هقول لكم المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف. بعد كده تعالي بقى هاتي طبق فاضي ونجهز تتبيله كويسه كده. الطبق ده هضيف فيه ايه؟ هضيف فيه معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره ممسوحه، وهضيف فيه نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ربع معلقه صغيره حبهان مطحون، ربع معلقه صغيره كبابه صيني مطحونه، ومعلقه صغيره من البابريكا، ومعايا معلقتين كبار من صوص الباربيكيو، ومعلقتين كبار من معجون الطماطم، ومعلقتين كبار دبس رمان، ومعلقتين كبار زيت. وهنقلب المكونات الظريفه دي مع بعضها كويس قوي. اهم حاجه اوعي تنسى تحطي لي اللايك، ورايك مهم جدا جدا في الاختراع بتاعنا النهارده. هتجيبي 4 حبات بطاطس تقشريهم وتقطعيهم مكعبات، وحبايتين بصل، وكيلو لحمه، وممكن تحطي نص كيلو لحمه او حسب امكانياتك، ومعلقه صغيره من الثوم المهروس. وهقلب الليله دي كلها مع بعض مع حبايتين فلفل حامي وحبايتين فلفل بارد. وهنقلب تقليب كده ونخلي التتبيله كده تغلف اللحمه والخضار، وهغطي عليها واركنها على جنب شويه لما نجهز تسبيكه المحشي. التسبيكه بتاعتنا النهارده برضو اختراع، طعمها لذيذ جدا، هتفرق في طعم المحشي. تعالوا بقى في نفس الحله غسلتها، احط فيها معلقتين كبار زبده، معلقتين كبار زيت، وضفت الزيت مع الزبده علشان خاطر الزبده ما تتحرقش. معايا كمان بصلتين مقطعاهم قطع صغيره، هقلب البصل واسيبه يدبل شويه. وبعد كده معايا حبايتين من الشطه الحاميه، وممكن تستبدليها بفلفل بارد، بس مهم خطوه الفلفل مع البصل بتفرق قوي في ريحه وطعم تسبيكه الطماطم. بعد كده معايا 4 معالق كبار من معجون الطماطم. الخطوه دي اختياري، بس انا بصراحه بحب اضيفها، بتدي قوام ولون كويس قوي للصلصه. ومعايا معلقه صغيره من الثوم المهروس وهقلب. ومعايا بقى الطماطم المتسبكه بتاعتنا، يعني تقريبا كده كوبايتين. هسيبهم بقى يفكوا كده مع باقي المكونات اللي في الحله، وهنضيف معلقه كبيره من دبس الرمان. تسبيكه الورق العنب لما بتضيفي عليها دبس الرمان بتكون ممتازه قوي بصراحه. خلاص سيبناها تتسبك، وبعد كده تعالوا نجهز خلطة المحشي. معايا كوبايتين من الرز المصري او كوبايتين ونص، غسلتهم. وبعد كده هضيف عليهم الصلصة وبقدونس وكزبرة وشبت، 4 معالق او 5 معالق من كل حاجة، معلقة صغيرة كزبرة، ونص معلقة كمون، وربع معلقة فلفل اسود. وهضيف معلقة صغيرة من الملح، وكمان هضيف زيت زيتون بيفرق قوي في الخلطة. ضفت معلقتين كبار من زيت الزيتون، وهدي الخلطة بتاعتنا تقليب. وريحة الخلطة دي خطيرة. بص تخيلي بقى المزيكا اللي هنعملها النهاردة، يعني شوية خضار مع اللحمة متبلين بتتبيلة جميلة مع محشي ورق عنب، خطيرة. دلوقتي بقى نبدأ ان احنا نحشي الورق العنب بتاعنا. وطبعا كلنا عارفين ان ورقة العنب فيها جهتين، جهة خشنة وجهة ناعمة. فانا هحشي على الرز، هحطه على الجهه الخشنه، وهبدا ان انا الف الورقه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ودي اسهل طريقه بالنسبه لي. المهم نرجع بقى. بعد ما لفينا ورق العنب كله، هجيب طاجن او صينيه اي حاجه بقى، بس اهم حاجه نولع الفرن الاول علشان يسخن كويس. وهات الورق بتاعك وتعالي. انسي بقى انك تسوي المحشي على الحله، وانسي انك تضيفي له الميه والميه تطلع قليله وتطلع كتيره، لا. جبت الصينية حطيت فيها ورق حراري، وعلى طول بقى هحط عليها ورق زبدة بالشكل ده. وهنكشف على اللحمة بالخضار بتاعتنا اللي ريحتها خطيرة. وهضيف نص الكمية في الصينية. وهاتي ورق العنب وتعالي على طول. ممكن تعمليه بمحشي اللي هو الكرنب، وممكن تحط اي نوع محشي انت تحبيه. بس طبعا بما اننا بنعشق ورق العنب، فانا حبيت اعملها بورق العنب، يعني ورقة لحمة بورق العنب. هرص بقى الورق العنب بالشكل ده. على فكرة انا رصيت الورق العنب عشوائي، يعني اللي هو حطيت بس الصوابع كده جنب بعضها اي حاجة. كمان الكمية اللي معانا هي مش يا دوب رصة كده على الوش، ده ما شاء الله رصتين حاجة كده، الصينية مالية مركزها. وهضيف النص التاني من اللحمة والخضار. هعمل ايه بقى؟ هي ربع كوباية مية بس مكان التتبيلة اللي كانت في الطبق، بس مش اكتر. وهضيفها على الصينيه، وهغلف بقى كويس قوي. وخطوه التغليف دي مهم جدا. احنا عاملين ورقه لحمه يعني هتستوي من الاخر كده على البخار، فمهم ان احنا نقفلها كويس بورقه زبده مبلوله ميه على الوش. وهغلف بالورق الزبده، وبعد كده بالورق الحراري كويس جدا جدا.
وبكده الصينيه بتاعتنا تكون جاهزه ان هي تدخل الفرن. الفرن بتاعنا متولع على اعلى درجه حراره. هقرب الشبكه من الصاجه، تمام، وهحط الصينيه بتاعتنا. وكمان ممكن تحطيها على الصاجه مباشر بالشكل ده، ما تقربيش شبكه ولا حاجه، حطيها على الصاجه مباشر. وهتسيبيها لمده ساعه على درجه حراره 200، لمده ساعه على درجه حراره 200. بعد كده نص ساعه هسيبها على درجه حراره 150. وتعالي بقى بعد ساعه ونص شوفي الجمال والروعه اللي احنا عملناها. بصوا قطعه اللحمه عامله ازاي، خطيره، يا نهاري على الصوص الجميل اللي على اللحمه ده، لذيذ. البطاطس كمان دايبه ومستويه. اتفرجوا بقى على الحلاوه وعلى المحشي العنب. يا سلام، يا سلام، الله الله على الجمال يا جماعه، والله بجد. شايفين ورق العنب عامل ازاي؟ بصوا يا جماعه الصباع عامل ازاي، والله تحفه. اتمنى طبعا يا جماعه ان حلقتنا النهارده تكون عجبتكم. مستنيه رايكم، مستنيه تعليقاتكم، مستنيه لايكاتكم. واترككم في رعايه الله وامنه، مع لقاء تاني في حلقه تانيه ان شاء الله، ومع السلامه.